الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. بس الصراحة يعني ماتش ريال مدريد حاجة تزعل. ازاي انا ابقى يعني اخسر 4 وانا اصلا مضيع 20 هدف؟ يعني حتى كواليتي اللعيب في فرق العقلية نفسها. اللاعب نازل وعارف ان هي فرقة ضعيفة وهكسبها في اي وقت، فنازل مستهتر وعادي بيلعب على الواقف، مفيش اي مشكلة، عادي خالص. وده الفرق بين على فكرة اللاعب المصري واللاعب في أوروبا. اللاعب المصري يعني ما بيعرفش يلعب في أوروبا عشان مش بيطور من نفسه، إنما اللاعب في أوروبا على طول باستمرار بيطور من نفسه. اللاعب في أوروبا الباص الغلط بيتخصم منه فلوس، اللاعب في أوروبا الكرة اللي بيضيعها بيتخصم منه فلوس. عشان كده بيقعد يتمرن بالأسبوع على نفس الكرة اللي هو ضيعها عشان ما يغلطش فيها تاني. والله الواحد من حبه في مصر وفي النادي الاهلي حزين على كواليتي اللاعب المصري ده وعدم تطوره وعدم قبوله اصلا للتطور. يعني حاجه الصراحه تزعل.